حسب فيكوتسكي يعتبر النمو لاحقا على التعلم. حسب فيكوتسكي يعتبر النمو لاحقا على التعلم. نشاط ذهني أو جسدي قابل للتطبيق في مجالات متعددة. القدرة. نشاط ذهني أو جسدي قابل للتطبيق في مجالات متعددة. القدرة. نشاط ذهني أو جسدي قابل للتطبيق في مجالات متعددة. القدرة. يميز سكينر بين ثلاثة أنواع من المثيرات العقابية. المثيرات العقابية عفوا. يميز سكينر بين ثلاثة أنواع من المثيرات العقابية: مادية واجتماعية ورمزية. مادية واجتماعية ورمزية. يميز سكينر بين ثلاثة أنواع من المثيرات العقابية: مادية واجتماعية ورمزية. يقصد بالمنهاج الصوري الصوري المنهاج القابل لأن يطبق على محتويات مختلفة. يقصد بأن المنهاج الصوري المنهاج القابل لأن يطبق على محتويات مختلفة. يقصد بالمنهاج الصوري المنهاج القابل لأن يطبق على محتويات مختلفة. يحدث التعلم في نظر بياجيه نتيجة الصراع بين الذات وموضوع التعلم. يحدث التعلم في نظر بياجيه نتيجة الصراع بين الذات وموضوع التعلم. نسبة المتعلمين الذين يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات في القراءة حسب تقييم بيزا 2018. نسبة المتعلمين الذين يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات في القراءة حسب تقييم بيزا 2018 27%. نسبة المتعلمين الذين يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات في القراءة حسب تقييم بيزا 2018 27%. نسبة المتعلمين الذين يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات في القراءة حسب تقييم بيزا 2018 27%. نسبة المتعلمين الذين يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات في القراءة حسب تقييم بيزا 2018 27%. يستفيد الأطفال في وضعية إعاقة عميقة من تربية خاصة. يستفيد الأطفال في وضعية إعاقة عميقة من تربية خاصة. يستفيد الأطفال في وضعية إعاقة عميقة من تربية خاصة. يقصد بممارسة اجتماعية المرجعية في مجال الديداكتيك الأنشطة خارج المدرسة التي تصلح محتوى دراسيا. يهدف الرائز السوسيومتري إلى قياس التفاعلات بين الأفراد داخل جماعة. يهدف الرائز السوسيومتري إلى قياس التفاعلات بين الأفراد داخل الجماعة. يهدف الرائز السوسيومتري إلى قياس التفاعلات بين الأفراد داخل الجماعة.
من المظاهر الدالة على من المظاهر الدالة على تكييف المتعلم مع المحيط الاجتماعي حسب البنائيين. من المظاهر الدالة على تكييف المتعلم في المحيط الاجتماعي حسب البنائيين: الانتقال من الخضوع لأشخاص إلى الخضوع للقواعد. من المظاهر الدالة على تكييف المتعلم مع المحيط الاجتماعي حسب البنائيين: الانتقال من الخضوع لأشخاص إلى الخضوع للقواعد. من المظاهر الدالة على تكييف المتعلم مع المحيط الاجتماعي حسب البنائيين: الانتقال من الخضوع لأشخاص إلى الخضوع لقواعد. من مبادئ التربية الدامجة تكييف التعليم لا تكييف المتعلم. تكييف التعليم لا تكييف المتعلم. من مبادئ التربية الدامجة تكييف التعليم لا تكييف المتعلم. يكون المدرس يكون المدرس بالضرورة عضوا في مجلس القسم. يكون المدرس بالضرورة عضوا في مجلس القسم. يعتبر التعلم في النظرية السوسيو-بنائية تفاعلا بين ذات المتعلم وذوات أخرى. التعلم في النظرية السوسيو-بنائية تفاعلا بين ذات المتعلم وذوات أخرى. يعتبر التعلم في النظرية السوسيو-بنائية تفاعلا بين ذات المتعلم وذوات أخرى. يشمل برنامج التربية غير نظامية فئة اليافعين غير متمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة. يشمل برنامج التربية غير نظامية فئة اليافعين غير متمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة. يشمل برنامج التربية غير نظامية فئة اليافعين غير متمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة. تقوم مقاربة ماريا مونتيسوري البيداغوجية على توفير أدوات تمكن الطفل من التعلم والاكتشاف بمفرده دون تدخل الراشد. تقوم مقاربة ماريا مونتيسوري البيداغوجية على توفير أدوات تمكن الطفل من التعلم والاكتشاف بمفرده دون تدخل الراشد. تقوم مقاربة ماريا مونتيسوري البيداغوجية على توفير أدوات تمكن الطفل من التعلم والاكتشاف بمفرده دون تدخل الراشد. تعتبر جماعة القسم بالنسبة إلى المتعلم جماعة أولية. تعتبر جماعة القسم بالنسبة إلى المتعلم جماعة أولية. تعتبر جماعة القسم بالنسبة إلى المتعلم جماعة أولية. المقصود بالوسيط السيميوتيكي حسب فيكوتسكي كل وسائل نقل المعرفة خارج المدرسة.
المقصود بالوسيط السيموتيكي المقصود بالوسيط السيميوتيكي حسب فيكوتسكي كل وسائل الناقلة للمعرفة خارج المدرسة. المقصود بالوسيط السيموتيكي حسب فيكوتسكي كل الوسائل الناقلة للمعرفة خارج المدرسة. المقصود بالوسيط السيميوتيكي حسب فيكوتسكي كل وسائل النقل للمعرفة خارج المدرسة. يعتبر التموقع في الزمان والمكان والتموقع بالنسبة للآخر كفاية استراتيجية. يعتبر التموقع في الزمان والمكان والتموقع بالنسبة للآخر كفاية استراتيجية. يعتبر التموقع في الزمان والمكان والتموقع بالنسبة للآخر كفاية استراتيجية. يعتبر التموقع في الزمان والمكان والتموقع بالنسبة للآخر كفاية استراتيجية. من العناصر التي تتضمنها جدادة الدرس الكفاية المستهدفة. من العناصر التي تتضمنها جدادة الدرس الكفاية المستهدفة. من العناصر التي تتضمنها جدادة الدرس الكفاية المستهدفة. من العناصر التي تتضمن جدادة الدرس الكفاية المستهدفة. من أهداف التقويم الإشهادي الحكم على إنتاجات المتعلمين ومنحها تقديرات عددية. من أهداف التقويم الإشهادي الحكم على إنتاجات المتعلمين ومنحها تقديرات عددية. من أهداف التقويم الإشهادي الحكم على إنتاجات المتعلمين ومنحها تقديرات عددية. من أهداف التقويم الإشهادي الحكم على إنتاجات المتعلمين ومنحها تقديرات عددية. تعتمد صنافة بلوم في تصنيف الأهداف. 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 ترتبط إعادة الإنتاج عند بير بورديو بتبني الطبقة المهيمن عليها للأفكار. طبقة مهيمنة. تبني الطبقة المهيمن عليها لأفكار طبقة المهيمنة. يوافق المرحلة الفهمية عند فرويد في مراحل النمو عند بياجيه المرحلة الحسية الحركية. يوافق المرحلة الفهمية عند فرويد في مراحل النمو عند بياجيه المرحلة الحسية الحركية. يتيح التدريس بالمجزوءة إمكانية إعادة تنظيم وترتيب المضامين بما يناسب قدرات المتعلمين. يتيح التدريس بالمجزوءة للمدرس إمكانية إعادة تنظيم وترتيب المضامين بما يناسب قدرات المتعلمين. يتيح التدريس بمجزوءة للمدرس إمكانية إعادة تنظيم وترتيب مضامين بما يناسب قدرات المتعلمين. تهدف منظومة التدبير المعلوماتي مسار إلى
تحقيق الحكامة في المنظومة التربوية. تهدف منظومة التدبير المعلوماتي مسار إلى تحقيق الحكامة في المنظومة التربوية. تحقيق الحكامة في المنظومة التربوية. تهدف منظومة تدبير معلوماتي مسار إلى تحقيق الحكامة في المنظومة التربوية. حسب نظرية فيغوتسكي ينبغي أن يسعى الوسيط البيداغوجي في عملية التعلم إلى توسيع مساحة المنطقة المحاذية للنمو. حسب نظرية فيغوتسكي ينبغي أن يسعى الوسيط البيداغوجي في عملية التعلم إلى توسيع مساحة المنطقة المحاذية للنمو. تقوم منهجية دراسة حالة على تقوم منهجية دراسة حالة على دراسة كيفية تعتمد على تتبع الأفراد أو الظواهر كحالات فردية. تعتمد منهجية دراسة حالة على دراسة كيفية تعتمد على تتبع الأفراد أو الظواهر كحالات فردية. يعتبر الإصغاء والتواصل قدرة حس حركية. 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 الهدف العائق الهدف العائق مفهوم ذو بعدين تربوي وإبستمولوجي. الهدف العائق مفهوم ذو بعدين. الهدف العائق مفهوم ذو بعدين تربوي وإبستمولوجي. يرى دوركهايم أن المبدأ الأساس في التربية الأخلاقية هو يرى دوركهايم أن مبدأ الأساس في التربية الأخلاقية هو تكييف الفعل الفردي مع أفعال الجماعة. يرى دوركهايم أن مبدأ الأساس في التربية الأخلاقية هو تكييف الفعل الفردي مع أفعال الجماعة. تستخدم بيداغوجيا حل المشكلات في كافة المواد والتخصصات ومختلف الوضعيات. تستخدم بيداغوجيا حل المشكلات في كافة المواد والتخصصات ومختلف الوضعيات. كافة المواد والتخصصات ومختلف الوضعيات. تعتبر المراقبة المستمرة تكوينيا تشخيصيا. تعتبر المراقبة المستمرة تكوينيا تشخيصيا. تكوينا تشخيصيا. تعتبر المراقبة المستمرة تكوينيا تشخيصيا.
تعتبر المراقبة المستمرة تقويما تكوينيا تشخيصيا. التواصل البيداغوجي هو الرسائل المتبادلة بين أفراد جماعة القسم حول موضوع ما. التواصل البيداغوجي هو الرسائل المتبادلة بين أفراد جماعة القسم حول موضوع ما. التواصل البيداغوجي هو الرسائل المتبادلة بين أفراد جماعة القسم حول موضوع ما. من العوامل السلبية في دينامية الجماعة بروز عدة قيادات. من العوامل السلبية في دينامية الجماعة بروز عدة قيادات. من العوامل السلبية في دينامية الجماعة بروز عدة قيادات. من العوامل السلبية في دينامية الجماعة بروز عدة قيادات. يتجلى عدم وضوح الوضع الاعتباري للمراهق في تأرجحه. يتجلى عدم وضوح الوضع الاعتباري للمراهق في تأرجحه بين يتجلى عدم وضوح الوضع الاعتباري للمراهق في تأرجحه بين الطفولة وسن الرشد. الطفولة وسن الرشد. يتجلى عدم وضوح الوضع الاعتباري للمراهق في تأرجحه بين الطفولة وسن الرشد. تستهدف التربية الدامجة للأطفال. تستهدف التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. تستهدف التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. تستهدف التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. تستهدف التربية الدامجة للأطفال في وضعيات إعاقة. تستهدف التربية الدامجة للأطفال في وضعيات إعاقة. من أهداف التعاقد الديداكتيكي إشراك المتعلم في تحديد أهداف الدرس. من أهداف التعاقد الديداكتيكي إشراك المتعلم في تحديد أهداف الدرس. من أهداف التعاقد الديداكتيكي إشراك المتعلم في تحديد أهداف الدرس. من أهداف التعاقد الديداكتيكي إشراك المتعلم في تحديد أهداف الدرس. من خصائص الكفاية أنها قابلة للتعلم. 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 من مبادئ نظرية برونر في التعلم. من مبادئ نظرية برونر في التعلم المظاهر المعرفية والثقافية أهم من التفاعلات السوسيو-وجدانية. من مبادئ نظرية برونر في التعلم المظاهر المعرفية والثقافية أهم من التفاعلات السوسيو-وجدانية. المقصود الوضعيات. المقصود بفئة الوضعيات وضعيات تبعا تعبأ فيها نفس موارد
وضعيات تعبأ فيها نفس الموارد. المقصود بفئة الوضعيات في وضعيات تعبأ فيها نفس الموارد. المقصود بفئة الوضعيات وضعيات تعبأ فيها نفس الموارد. يشير الانزلاق الديداكتيكي أثر توباز إلى يشير الانزلاق الديداكتيكي أثر توباز إلى تقديم مساعدة للمتعلم بدل تركه يواجه المشكلة بنفسه. تقديم مساعدة للمتعلم بدل تركه يواجه المشكل بنفسه. تقديم مساعدة للمتعلم بدل تركه يواجه المشكل بنفسه. يشير الانزلاق الديداكتيكي أثر توباز إلى تقديم مساعدة للمتعلم بدل تركه يواجه المشكل بنفسه. الدوافع الليبيدية هي الدوافع الليبيدية هي الدوافع الجنسية بمعناها الواسع. الدوافع الليبيدية هي الدوافع الجنسية بمعناها الواسع. الدوافع الليبيدية هي الدوافع الجنسية بمعناها الواسع. التدريس بالتناوب في ظل الأزمة هو التدريس بالتناوب في ظل الأزمة هو التدريس بالتناوب في ظل الأزمة هو اعتماد أكثر من نمط في تدريس حضوري عن بعد. اعتماد أكثر من نمط في تدريس حضوري عن بعد. التدريس بالتناوب في ظل الأزمة هو اعتماد أكثر من نمط في تدريس حضوري عن بعد. علم النفس الذي يهتم بدراسة عمليات نقل المداخلات الحسية ومعالجتها واستعمالها هو علم النفس الذي يهتم بدراسة عمليات نقل المدخلات الحسية ومعالجتها واستعمالها هو علم النفس الذي يهتم بدراسة عمليات نقل المدخلات الحسية ومعالجتها واستعمالها هو علم النفس المعرفي. يقصد بورديو بالحقل الاجتماعي جزءا من الفضاء الاجتماعي. يقصد بورديو بالحقل الاجتماعي جزءا من الفضاء الاجتماعي. تحكمه قوانين بعضها مشترك مع المجتمعات وبعضها منفصل عنه. يقصد بورديو بالحقل الاجتماعي جزءا من الفضاء الاجتماعي. تحكمه قوانين بعضها مشترك ومع المجتمع وبعضها منفصل عنه. يحدث التعلم حسب النظرية البنائية تغييرا في يحدث التعلم حسب النظرية البنائية تغييرا في البنيات الذهنية للمتعلم. يحدث التعلم حسب النظرية البنائية تغييرا في البنيات الذهنية للمتعلم. يروم اعتماد مشروع قسم تحقيق غاية أساس هي
يروم اعتماد مشروع قسم تحقيق غاية أساس هي تنمية استقلالية للمتعلم وتطوير قدراته الخاصة. يروم اعتماد مشروع القسم تحقيق غاية أساس هي تنمية استقلالية للمتعلم وتطوير قدراته الخاصة. يروم اعتماد مشروع قسم تحقيق غاية أساس هي تنمية استقلالية المتعلم وتطوير قدراته الخاصة. مجموعة معارف وأفكار مجردة قد يؤدي تجاوزها إلى تحقيق التعلم. التمثلات. مجموعة معارف وأفكار مجردة قد يؤدي تجاوزها إلى تحقيق التعلم. التمثلات. مجموعة معارف وأفكار مجردة قد يؤدي تجاوزها إلى تحقيق التعلم. التمثلات. المقصود بالتناوب اللغوي. المقصود بالتناوب اللغوي تنويع لغات التدريس. المقصود بالتناوب اللغوي تنويع لغات التدريس. المقصود بالتناوب اللغوي تنويع لغات التدريس. تنويع لغات التدريس. المقصود بالتناوب اللغوي تنويع لغات التدريس. لفظ طال هو اختصار لي. لفظ طال هو اختصار للتدريس بالمستوى المناسب. لفظ طال هو اختصار للتدريس بالمستوى المناسب. لفظ طال هو اختصار للتدريس بالمستوى المناسب. يبدأ اكتساب الوظائف الرمزية حسب بياجي انطلاق من المرحلة العمرية. يبدأ اكتساب وظائف الرمزية حسب بياجي انطلاقا من المرحلة العمرية من 2 إلى 7 سنوات. يبدأ اكتساب الوظائف الرمزية حسب بياجي انطلاقا من المرحلة العمرية من 2 إلى 7 سنوات. يبدأ اكتساب وظائف الرمزية حسب بياجي انطلاقا من المرحلة العمرية من 2 إلى 7 سنوات. حدد الحيز الزمني المخصص للأنشطة. حدد الحيز الزمني المخصص لأنشطة الحياة المدرسية في جداول حصص المتعلمين في 3 ساعات. حدد الحيز الزمني المخصص لأنشطة الحياة المدرسية في جداول حصص المتعلمين في 3 ساعات. حدد الحيز الزمني المخصص لأنشطة الحياة المدرسية في جداول حصص المتعلمين في 3 ساعات. المقصود بالزمن الديداكتيكي التخطيط الزمني للتعلمات. المقصود بالزمن الديداكتيكي التخطيط الزمني للتعلمات. المقصود بالزمن الديداكتيكي التخطيط الزمني للتعلمات. توافق المراهقة عند فرويد مرحلة العمليات الصورية المجردة. 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 حسب دوركايم تسعى المجتمعات من خلال التربية إلى حسب دوركايم تسعى المجتمعات من خلال التربية إلى الحفاظ على وجودها وضمان استمرارها. حسب دوركايم تسعى المجتمعات من خلال التربية إلى الحفاظ على وجودها وضمان استمرارها. حسب دوركايم تسعى المجتمعات من خلال التربية إلى الحفاظ على وجودها وضمان استمرارها. حسب دوركايم تسعى المجتمعات من خلال التربية إلى الحفاظ على وجودها وضمان استمرارها.
يرى توردايك أن التعلم يحدث نتيجة المحاولة والخطأ. يرى توردايك أن التعلم يحدث نتيجة المحاولة والخطأ. المحاولة والخطأ. يهدف المشروع الشخصي للمتعلم في مجال التوجيه إلى تحديد هدف مهني يطمح إليه. يهدف المشروع الشخصي للمتعلم في مجال التوجيه إلى تحديد هدف مهني يطمح إليه. يهدف المشروع الشخصي للمتعلم في مجال التوجيه إلى تحديد هدف مهني يطمح إليه. الله أكبر الله أكبر. يهدف المشروع الشخصي للمتعلم في مجال التوجيه إلى تحديد هدف مهني يطمح إليه. يهدف المشروع الشخصي للمتعلم في مجال التوجيه إلى تحديد هدف مهني يطمح إليه. يهدف المشروع الشخصي للمتعلم في مجال التوجيه إلى تحديد هدف مهني يطمح إليه. تتميز مرحلة كمون عند حسب فرويد انصراف عن الاهتمام بمسائل الجنسية. تتميز مرحلة الكمون حسب فرويد بانصراف عن الاهتمام بمسائل الجنسية. تتميز مرحلة الكمون عند حسب فرويد بانصراف عن الاهتمام بالمسائل الجنسية. يقصد بالهدر المدرسي انقطاع عن الدراسة في مرحلة ما من مراحل التعليم. تقوم البيداغوجيا الفارقية على تفييء المتعلمين بحسب القدرات المعرفية. تقوم البيداغوجيا الفارقية على تقييم المتعلمين حسب القدرات المعرفية.